وسهلا بكم حبايب قلبي، انا هيام حسن ودي قناتي، وان شاء الله اقدم لك كل ما هو جديد من وصفات سهله وسريعه. لو انت اول مره بتشوفيني دوسي علامه الاشتراك بالاحمر وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. الجو ساقع جدا اليومين دول والولاد محتاجين اكله تدفيهم، ولما بنبقى محتارين مش عارفين نعمل ايه على طول دماغنا بتودينا نعمل الكفته من الرز. الكفته من الرز من الاكلات الحلوه قوي، كل ولادنا بيحبوها بيتفقوا عليها. تعالوا النهارده نعملها بطريقتين، بطريقتك المعتاده اللي انت على طول متعوده تعمليها، بس هنضيف لها كده اضافه صغيره، وكمان هنعملها بالبصل. وعايزه اقول لك لو جربتي الكفته بالبصل مش هتبطلي تعمليها جنب شويه مكرونه بقى، او شويه رز بشعريه، او شويه رز ابيض، هتكوني المنقذه بالنسبه لك. هنعمل كمان جنبيها شويه رز بشعريه النهارده كده مفلفلين. عايزه اقول لك ايه، اكله عظمه. يلا بينا نسمي الله ونبدا في الفيديو بتاعنا. اول حاجه هنبتدي فيها هنصبع الكفته بتاعتنا. معانا كده طبق فيه شويه زيت، هندهن ايدينا كويس قوي بالزيت، وبعد كده هناخد العجينه بتاعه الكفته وهنبتدي نصبعها. انا هصبع جزء منها صوابع والجزء التاني هصبعه كور زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو. خلاص، حاول كده اظبط الصوابع تكون قد بعض عشان يكون شكلها حلو في الاكل. خلاص بقى الكميه بتاعتي كلها وهنشوفها الوقت مع بعض. دي كده كانت كميتي كلها. خلاص، تعالوا بقى في طاسه على النار نحط فيها كده شويه زيت. خلاص، بس الزيت ما يكونش سخن قوي عشان ما تاخدش معاك اللون، وتكون تكون لسه نيه من جوه. يعني الزيت يكون سخن، ما يكونش اللي هو درجه الغليان. هملى بقى الطاسه بتاعتي كده كلها، ومش هبتدي اقلب خالص بالمعلقه الا لما احس ان الكفته ابتدت تشكشك كده او تاخد لون من تحت كده بسيط. هبتدي اقلب فيها تقليب مستمر زي ما انتم شايفين كده عشان كلها تاخد لون واحد. وكده خدت لون، بص كلها زي بعضها. على مناديل بقى او في مصفى هطلعها عشان لو فيها اي زيوت زياده تنزلها. انا بقربها لكم عشان تشوفوها ان هي كلها لون واحد. خلاص كده، طلع بقى الكميه بتاعتي كلها. بصوا بسم الله ما شاء الله. خلاص كده خلصت كل الكميه بتاعتي. معايا هنا بطاطسايه كبيره مقطعاها مكعبات زي ما انتم شايفين كده، هنزل بيها برضو بعد ما قليت الكفته، وهخليها بس ايه تاخد تبقى نص سوا، يعني تاخد لون بسيط قوي زي ما بنطلعها كده البطاطس بتاعتي المسقعه. بصوا لونها. اللي حابب يستغنى عن البطاطس براحتكم خالص، بس هي بتدي طعم حلو قوي في الكفته، يبقى طعمها جميل. هطلعها برضو على مناديل عشان لو فيها اي زيوت زياده تنزل منها. بينا بقى نعمل الصلصة بتاعة الكفتة. أول حاجة معايا هنا شوية من الزيت. تقدروا تحطوا سمنة على الزيت، تقدروا تحطوا سمنة بس أنا بحب أعملها بالزيت لأن الكفتة بتبقى يعني ايه تقيلة شوية، فهنحاول نخف منها. نزلت بقى ببصلاية وسط متقطعة مكعبات، ومعايا هنا نص قرن من الفلفل. أخدت نصه للكفتة التانية والنص حطيته هنا. خلاص، أول ما هتصفر كده معايا بسيط هبتدي أنزل بنص معلقة من البابريكا. أدي بقى كده تقليبة، وبعد كده هنزل بحوالي كيلو الا ربع من الصلصة، وتكون متصفية كويس جدا. يعني لو انت في العادي بتفرمي الطماطم بتاعتك وبتنعميها وبتطبخي بيها، لا في الوصفة دي حاولي تصفيها. خلاص، ننزل بقى بالتوابل بتاعتنا. نص معلقة من الملح، ربع معلقة من الكمون، ربع معلقة من البهارات، نص معلقة من الفلفل الاسود، وربع معلقة من السكر عشان حموضة الطماطم. نغطيها بقى كده، هنخليها تغلي الاول على عين عاليه، وبعد كده هنهدي عليها النار خالص لحد ما تسبك. اول ما تعمل زيت كده من فوق تعرفي ان هي كده خلاص اتسبكت. انا هنا في الخطوه دي معلش سامحوني، انا ضفت هنا 3 كوبايات من الميه السخنه اللي بتغلي الاول قبل ما انزل بالكفته. غليت وبعد كده نزلت بالكفته، بس عشان الجزء ده اتمسح مني في المونتاج وحاولت انزله معرفتش. خلاص، هسيبها بقى تستوي. بصوا الصلصه بتاعتها كل ما كانت خفيفه كل ما كانت احلى واطعم معاكي. بصوا قوامها. اول ما تستوي معايا الكفته او يعني تخش في سوا الا ربع كده، هنزل بقى بالبطاطس. البطاطس تاخد غلوه واحده بس وهنطفي عليها على طول. احنا تقريبا احنا قليناها يعني كده يعني محتاجه هي غلوه واحده بس، ما نزيدش عن كده عشان ما تتهريش جوه الصلصه. خلاص كده لحد دلوقتي تمام. تعالوا بقى نعمل الكفته ام بصل. اول حاجه معايا شويه من الزيت، تقدروا برضو تحطوا زيت على سمنه، تقدروا تحطوا سمنه بس زي ما انتوا حابين. معايا هنا بصلتين متقطعين شرايح، شرايح تكون رقيقه، وهبتدي اقلب فيهم لحد كده ايه ما يدبلوا معايا. عايزه اقول لكم طعمها حلو جدا جدا جدا.
بس انا عندي جزء بيحب بالصلصة وجزء بيحبها بالبصل، فبضطر اعمل الاتنين. خلاص. بصوا كده هي اصفرت معايا، حاجة بسيطة زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى نشوف هننزل بايه. اول حاجة هنزل بطماطمايه متقطعة مكعبات صغيرة، وشوية من الفلفل الرومي، على حتة كده فلفل اصفر كانت عندي في التلاجة، لو حابين تستغنوا عنها استغنوا عادي مفيش مشكلة، ونص القرن فلفل حامي. خلاص. ننزل بقى بالتوابل بتاعتنا، نص معلقة من الملح، نص معلقة من الفلفل الاسود، نص معلقة من البصل البودرة، نص معلقة من الثوم البودرة، نص معلقة من البهارات، ربع معلقة من الكمون. خلاص. نص مكعب من الماجي، وطبعا الملح زي ما قلت لكم. خلاص كده اقلبهم بقى تقليبه مع بعض كده لحد ما احس ان ريحتهم طلعت، وبعد كده هنزل بالكفته بتاعتنا. شايفين العظمه؟ شكلها تحفه جدا. بعد كده معايا هنا كوبايه من الميه، هديهم بقى كده تقليبه، وهروح اسيبهم يغلوا الاول غلوه، وبعد كده هروح مهديه عليهم النار يستووا براحتهم. كده استوت معانا. بصوا، بصوا الصوص عامل ازاي، خطيره، طعمها تحفه جدا، والريحه مش قادره اقول لكم لا تقاوم. نركنها بقى على جنب، ويلا نعمل الرز. معايا هنا شويه من الزيت، هنزل بكوبايه من الشعريه، وتقدري تزودي الشعريه براحتك خالص او تقللي زي ما انتوا بتحبوا. هقلب الشعريه لحد ما تاخد لون معايا، لحد ما نوصل للون الذهبي الجميل اللي انتوا هتشوفوه ده. بعد كده معايا كيلو الا ربع من الرز المصري المغسول. خلاص. هنزل بكيلو الا ربع، هبتدي اقلبهم كده دقيقتين مع بعض الاول. بعد كده معايا هنا لتر من المية السخنة المغلية، وضايفة فيه مكعب من المرقة، ولو حابة تستغني عن مكعب المرقة براحتك خالص، بس بيدي طعم حلو قوي للرز. هقلبهم كده مع بعض تقليبة الاول، وبعد كده هنزل بنص معلقة من الملح واقلب، وهغطيها وهسيبها على نار عالية زي ما هي. بعد حوالي كده 4 5 دقايق هبص عليها هلاقيها شربت المية، هديها تقليبة وهدي عليها النار خالص لحد ما تشرب المية والرز يفلفل معانا، وبكده الرز جاهز. تعالوا بقى هنقدم الأكلة بتاعتنا، وهنغرف أول حاجة الرز الكفتة بالصلصة. بصوا، دي كانت أول حاجة عملتها، حافظة على قوامها، لا البطاطس منشية ولا الصلصة تقلت ولا أي حاجة خالص. طعمها حلو جدا، أتمنى تجربوها. يا رب النهاردة الفيديو يكون عجبكم. يا رب الفيديو لو عجبكم متنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي. ولو متابعيني على الفيس يا ريت تعملوا فولو الصفحة، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.